صباح الخير عليكم حبايبي، كيف صبحتوا؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم كسكسو بالخضر. هذا نهار الجمعه قلت نعمل كسكسو بالخضره. اغلبيه كناكلو مع كوسي وشحال ما طيبته قلت راه نطيبو نوريكم الطريقه ديالي بسيطه. هنا عملت الدجاج يتقلى في البورمه ديال السكسو مع الزيت والخرقوم وشويه ديال الملحه، كنخليه يتقلى مزيان. انا هاد الطريقه العكوزه ديالي هي اللي كتعدله. كيعدلو بالخضره والدجاج، وديال التفايه كيعملوه باللحم، وحنا العكس. وزدت له هنا سكينجبير والابزار. من بعد ما تقلى مزيان زدت له سكينجبير والابزار وغنخليه حتى يزيد يتقلى باش نزيد له البصله، باش نحيدو ونزيد البصله والخضره نقليها حتى هي. هنا غادي نزيد البصله ديالي باش تقلى في ديك المريقه اللي الزيت اللي فيه القامه ديال الدجاج، ومع الخضره اللي كنسبق في الاول هو اللفت. ما كاينش اللي ما كيعرفش يعمل سكسو، مهم كل واحد الطريقه ديالو، يعني طريقه على طريقه كتختلف. كيجي لذيذ بهذه الطريقه، عاود كيجي لذيذ. وعملت الجعده ديالي واللفت، يعني خيزو واللفت، وعملت واحد مطيشه مقطعه. ومن بعد غادي نزيد في الاخير غادي نزيد واحد مطيشه محكوكه، هي اللي كتعطيه المذاق، كتعطي ديك المرقه كتخثره. وزيت هذاك الكرومب ديالي، عاود قطعته واحد الطرف، قطعته على جوج. وهنا بعد ما تقلى كلشي زيت مطيشه محكوكه. كاين الناس كتعمل بزاف ديال المطيشه محكوكه، يعني باش كتزيد تختار المرقه. كل واحد كيعمل على حسب الذوق ديالو. هنا من بعد ما طيحت عاود الخضره زيدت لها شويه ديال اللقامه، شويه ديال السكينجبير والابصار باش حتى هي تدخل فيها اللقامه، وشويه ديال المليحه باش ضروري تبنن. حيت ملي كنمرقو الخضره راه خاصها ضروري كيحتاج تكون بالعطر، هي تكون مزيانه بزاف. صافي هنا مرقت بالمرقه ديالي تكون غليانه، وعاد غنرجع الدجاج ديالي عاود باش يطيب مع الخضره، ونخليه يتقلى مزيان. وانا عملت واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس باش طيب مع هادشي. وهنا واحد قريصه ديال السمن الحار يعطي واحد المذاق من هاد الخضره، كيعطيها واحد البنه. هنا هاد القرعه عندي خضراء. القرعه هادي جات شكل ديالها مدور، فيها واحد المذاق عاود مزيون بزاف، كتليق كتجي مع سكسو غزاله. القرعه دغيا كطيب، يعني القرع حنا كنقولوا لها القرع، ولكن الداخليه كيقولوا لها القرعه. عندي هذه طويله حتى هي زيتها دغيا كطيب. وهنا واحد بطاطا عملتها لولدي كيعجبو البطاطا. صافي خليت كلشي يطيب على خاطرو. وهنايا غسلت سكسو ديالي وخليته حتى نشف تماما، وغنزيد له هنايا الزيت. صافي وغادي نفكو بيدي باش ديك الحبيبات ما يبقاوش فيه، وغادي باش نحطو في البورمه ديالي.
السكسو دغيا كيطيب، ماشي بحال الشعريه ديال السفه ولا داك كتاخد الوقت كتر من السكسو في الطفوار. انا غادي نطيحو في الكسكاس وغادي نحطو نيت في البرمه اللي فيها الخضره والدجاج باش ديك الريحه ديال الطياب تطلع في التصفويره ديال السكسو، كتعطيه واحد المذاق، كتعطي في سكسو المذاق، ماشي يعني غير بالماء عادي كتصفور. صافي انا بعد ما فورت التصفويره الاوليه عاود باش نفكو عاود. بعد ما طلع فيه الربو صافي نفكو عاود من ديك الحبيبات اللي فيه، وغادي نرشو بالماء اللي مخلطه فيه الملحه. هيدا كنملح، انا كندوب الملحه في الماء وكنرش بها السكسو. وكل واحد كيعمل، يعني كاين طرق بزاف، كل واحد وكيعمل الطريقه ديالو. انا ولفت هذه هي الطريقه ديالي اللي ديتها من عند الوالده ديالي. صافي وغنرجعو عاود الكسكاس باش يتفور التفويره الثانيه. انا كنكبو في الكسكاس وانا كنتاكد باش ما يكونش عندي شي وحده باقي هيدا مكوره ولا شي حاجه. الحبيبات كاملين نفسخهم باش كيجي مفرك ومزيون هيدا في المذاق. هنا من بعد ما تفور لي السكسو صافي هنا كنكمل الطياب ديالو. هنا كنعملو في القصعه اللي غناكلو فيها، وغادي نعملو السمن. طبعا هو اللي كيعطيه المذاق، انا كيعجبني السكسو صراحه يكون زايد السمن شويه. صافي ندوب السمينه ديالي في ديك السكسو ونستف الخضيره ديالي بهذه الطريقه هذه. وعملت واحد الفلفله حاره غليتها الصراحه في الماء عاد حطيتها. نتمنى يعجبكم، ما تنسونيش من اللايك ديالكم، وشكرا بزاف على المشاهده. بهذه الطريقه كيجي كيشهي الصراحه، جا غزال غزال ما شهيتكم فيه.